يا ترى ممكن يكون إيه اللي بيخلي راجل في حاله يقرر يسيب كل حاجة ويسافر لآخر الدنيا؟ علي شاب بسيط من حارة شعبية في قلب القاهرة، كان حلمه على قده ورشة صغيرة لإصلاح العربيات. لكن الحارة دي كانت شاهدة على قصة حب هتغير حياته. علي كان بيشتغل عند المعلم سيد، راجل شديد بس كان بيحبه. وفي يوم شاف نور، بنت بتبيع ورد، عينيها بتلمع وضحكتها بتنور الدنيا. قلبه اتخطف من أول نظرة. كل يوم كان بيروح يشتري ورد مش محتاجه، بس عشان يشوفها ويسمع صوتها. المعلم سيد لاحظ التغيير اللي حصل لعلي، ولما حكاله المعلم ابتسم وقال له: الحب رزق يا علي، بس الرزق ده محتاج سعي. علي قرر يروح يتقدم لها، بس أهلها رفضوا. قالوا له إنهم عايزين لبنتهم جاه ومال وحياة أحسن. علي اتكسر قلبه، لكن كلمة المعلم سيد فضلت في باله: الحب رزق بس محتاج سعي. علي قرر إنه مش هيستسلم. قال للمعلم سيد إنه هيسافر عشان يبني مستقبل كويس ويرجع يستاهل نور. المعلم سيد وقف معاه وسافر علي لبلد بعيدة. سنين طويلة وهو بيشتغل ليل ونهار، يتعلم صنعة جديدة ويجمع قرش على قرش. وفي كل لحظة كان بيفتكر نور وضحكتها اللي كانت بتخليه أقوى. بعد 10 سنين علي رجع، بس مرجعش زي ما سافر. رجع راجل تاني خالص، معاه خبرة وفلوس ومصنع صغير لإصلاح العربيات. أول حاجة عملها راح على الحارة وسأل عن نور. أهلها فتحوا له الباب بس معرفوهوش. علي ابتسم وقال لهم: أنا علي اللي كان بيحب بنتكم من 10 سنين. أهل نور اتصدموا من التغيير. حكى لهم عن رحلته وعن إنه رجع عشان يطلب إيد نور من جديد. في الوقت ده نور كانت لسه بتبيع الورد، ولما شافته الدموع لمعت في عينيها. عرفت إنه حبه ليها كان حقيقي، وإن السنين ما غيرتش حاجة في قلبه. النهاية كانت سعيدة. علي ونور اتجوزوا وعاشوا في المصنع الصغير اللي بناه علي. كانوا كل يوم بيفتكروا رحلة الحب والسعي، وبيعرفوا إن اللي بيحب بجد بيقدر يعمل أي حاجة عشان يوصل لحلمه. صلي على النبي في الكومنتات كده، وما تنساش اللايك واشترك في القناة عشان القصص الجاية أحلى بكتير.